دلوقتي هنتكلم على مرض هو نادر شوية، ولكن أصبح ليه أهمية شديدة دلوقتي للسبب اللي هقوله لكم دلوقتي. هو مرض اسمه كawasaki. ده اسم دكتور ياباني هو اللي اكتشف المرض. متلازمة كawasaki أو بعض الأعراض متجمعة كده بتكون مرض كawasaki. هو مرض لسبب غير مفهوم. المناعة مرض مناعي، يعني المناعة بعد عدوى فيروسية بتهاجم الجسم وبتعمل الأعراض اللي هنقولها دي. المرض كawasaki ده كان المعدل الطبيعي بتاعه 1 لكل 100,000 طفل، نادر جدا. لكن للأسف دلوقتي بعد انتشار فيروس كورونا في الدول اللي كان فيها انتشار شديد، بدأ المعدل ده يزيد شوية، وبالتالي هم ربطوا بينه وبين كورونا في امريكا وفي فرنسا وفي ايطاليا وفي بريطانيا وفي الصين. المعدل بتاعه الدول اللي كانت مليانه كورونا بدا يزيد شويه، فربطوا ان بعد فيروس كورونا الاطفال ما بيتصابوا بالكورونا ما بيحصل لهمش حاجه معظمهم، لكن بيجي لهم المرض ده بعديه بنسبه اعلى شويه. طب نتكلم بقى عن مرض كawasaki. هو بيجي من 2 ل5 سنين، بيجي للذكور اكتر كتير من الاناث. نادر لما يبقى فوق او تحت السن اللي احنا قلنا عليه، هو من 2 ل5 سنين. هو مجموعة من الاعراض هنتكلم عليها دلوقتي. اولا ارتفاع شديد في درجة الحرارة فوق ال5 ايام، شديد يعني فوق ال38 لمدة 5 ايام وما بتنزلش. تاني حاجة في احمرار شديد في العين، بس احمرار من غير افرازات، يعني معظم اعراض المصاحبه للبرد التهابات في الغشاء المبطن للعين اللي هو الملتحمه، بس بيبقى فيها احمرار وعماص وكده، لكن ده احمرار من غير عماص لان هو مرض اوعيه دمويه زي ما انتوا هتعرفوا بعد كده. تالت حاجه بتلاقي لسان احمر خالص، بيسموه لسان الفراوله، اللسان نفسه بيبقى احمر قوي لدرجه زي الفراوله. رابع حاجة بيبقى في تشققات في الجلد والتهابات شديدة أو احمرار شديد وطفح جامد في اللثة. خامس حاجة بتلاقي التهابات في الغدد الليمفاوية، منطقة بتاعت الرقبة دي، بس غالبا بيبقى ناحية واحدة، ممكن يبقى الناحيتين بس هي أكتر في ناحية واحدة اللي هي الهنا والهنا والحتت دي. بعد كده العرض اللي بعد كده ممكن تلاقي تورم شديد في الإيدين والقدمين، تلاقي طفح جلد شديد. الطفل بيبقى متهيج، مش ساكت كده، بيبقى على طول بيعيط وما تفهمش بيعيط ليه. الأعراض دي 4 منها تكفي إنها تشخص المرض مع بعض، 4 بس. طيب بنشخصه إزاي؟ أول ما نلاقي حاجات زي كده وإحنا دماغنا موجودة في المرض، بنبدأ نعمل صورة دم كاملة. بنلاقي حاجتين: ارتفاع في كرات الدم البيضاء وارتفاع شديد في الصفائح الدموية. وبنعمل سرعه ترسيب والسي ار بي او تحاليل الروماتيزم بتبقى عاليه شويه، لكن الحقيقه دي مش تشخيصيه قوي. يمكن بالذات ارتفاع الصفائح الدمويه هي المميزه قوي بالنسبه للتحاليل. بنعمل اشعه موجات فوق صوتيه على القلب، ممكن نلاقي تمدد في الشرايين التاجيه. طيب هو بيعدي ب3 مراحل. المرحله الاولانيه بتبقى الاعراض دي واضحه جدا، وبتعمل التحاليل بتبان عليها، ولو اتلحق واتعالج في المرحلة دي الحمد لله غالبا بنحمي القلب الطفل. تاني مرحلة اللي هي بعد 10 أيام أسبوعين من المرض، يبدأ الجلد يتقشر من كتر التورم من إيد ورجل فترة طويلة، والتحاليل والحرارة بتبدأ تهدى. بعد الفترة دي أسبوع. المرحلة الثالثة بقى اللي هي التحاليل بتبدأ ترجع لطبيعتها، لكن ممكن يكون حصل مضاعفات للقلب، يعني لا قدر الله يكون في جلطات أو وفاة أو كده. طيب المرض ده مهم جدا في تشخيصه في الأول، لأنه لو تشخص في الأول هو علاجه بالبلازما، الأجسام المناعية اللي هي الإميونوجلوبولينز. هي غالية ومكلفة شوية، ولكن دي هي العلاج الوحيد ليها. والإسبرين علاج رخيص قوي وعلاج غالي قوي، فهم دول العلاج بتاعها، بس يفضل تبقى في المرحلة الأولى اللي هم أول 10 أيام أو أسبوعين. خطورة المرض إنه ممكن يعمل تمدد في الشرايين التاجية، وده بيعرض الطفل يبقى مريض قلب طول عمره، ياخد بقى علاج للسيولة، ونبقى خايفين دايما يحصل جلطات أو كده.
فالتشخيص المبكر هو أساس العلاج. نتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله.